مبارك. سم. حطي يمش حطي يمش. أبو مبارك. أبو مبارك. أبو مبارك. نعم، بغيتي شيء؟ يعني كنت بقول لك يعني عشان العيال، يعني ما دام انك انت تعرف ناس وتعرف واسطات وكذا، كلم لهم احد خليه يشغلهم. والله حرام يكسرون الخاطر. والله 11 حصة. وانت ظنك ان انا ما دورت لهم؟ والثانيتين اللي يبي الشغل بيدور عليه بيلقاه. انا دورت لهم لكن الله هداهم، كل يوم مسوي لي مشكلة، يا متهاوشين يا المدير، يا مع الموظف، يا مع الفراش. يا بنت الحلال، هذاك الوقت وانا اودي وجهي من الناس. بصراحة يعني وانت قاسي عليهم، يعني شوي شوي عليهم، حن عليهم شوي، ان شاء الله بيوفقهم بيحصلون لهم شغل. يا حصة، ترى انا قسيت عليهم لان احبهم. انا ابغاهم سرجاجين زي الناس وينفعون نفسهم. الله 11 بس. الا اقول ما اشوف العيال وينهم. العيال طلعوا وقالوا بيدورون لهم شغل من بعد صلاة العشاء. شركة دجو شو الحاجة قاعد تقولين الله هداك؟ في احد يدور شغل بعد صلاة العشاء؟ الناس نايمة. وبعدين ما بان منبه عليك ان بعد صلاة العشاء ما حد يطلع من البيت؟ انت بتجننوني، بتخبرين انت وياهم. لا حول ولا قوة، القعدة وياك تقصروا العمر. يا رب ايش سويت انا؟ كل ما اقلبها كذا تجي عوجة. فلته فلته هو اللي بيغير حظكم هذا من نحس الى احلى. شلون؟ ها اقول لكم مالكم الا عفور. نرحب بكم أعزائي المشاهدين، ونرحب بضيفنا المخرج الأستاذ طلال القحطاني. أهلا وسهلا. يا هلا بك طلال، يا هلا وسهلا. يا هلا بكم. يعني احنا شاهدنا جزء من بعض الأعمال اللي يعني قمت بإخراجها. تحدثنا عن هذه الأعمال. الفيلم هذا فيلم طويل باسم مناحيس سيتي. طبعا الفيلم كوميدي، كان ببطولة الفنان جليو الحبابي وأحمد الناجم، ووجه الجديد الفنان خالد الزهراني، وكان في طبعا نجوم معروفة مثل الفنانة التشكيلية عفاف السلمان، الفنان القدير خالد العبودي، وضيوف الشرف معتز العبد الله وعبد الله الزين. الفيلم يحكي عن شخصين يعني بالعربي منحوسين باللغة العامية. لا حول الله. فسواء بالمنزل مع الأهل، بكل وظيفة يتقدمون لها يطلع لهم مقلب كوميدي فيه. وطبعا الفيلم أخذ منه وقت كثير والحمد لله يعني مر. كم مدة هذا الفيلم؟ أنت ذكرت فيلم طويل، كم يعني؟ نعم، هو باسم مناحيس سيتي طبعا تقريبا مدته ساعة. وهذا طبعا غير المشاكل اللي حصلت بالفيلم والظروف الصعبة، يعني أكيد. صرنا مثل عائلة مع بعض. يعني إن عملية إنتاج فيلم مدة ساعة كم تقريبا تستغرق؟ يعني إحنا كنا نقرأ خضرا الصبح في مطالعات الصحف إنه يعني إن الآن يعني بدأت السينما السعودية يعني تأخذ مسار، ولكن أكثر توجهها للأفلام القصيرة، يعني مدة من 7 إلى 10 دقائق أو 5 دقائق، صح؟ نعم. عشان يعني حتى بإمكاننا يشارك في مسابقات. نعم. وطبعا الفيلم القصير طبعا هذا مو نقول عليه تست، لكن أكثرهم يطرحون قضية ويتكلمون عنها المجتمع. وعاد ما شاء الله يعني ممكن نقول دخلنا بقوة من ناحية الأفلام القصيرة، لكن عندنا مواهب ما شاء الله خصوصا المنطقة الشرقية. وبالعكس أنا مجهز كم فيلم قصير، مجهز لكم مهرجان. طبعا في فيلم باسم بر من تأليف وبطولة الفنان أحمد الحسن وبطولة الفنان أحمد الناجم، بمشاركة فنان القدير فالح السويلم وحسن الخلف وهشام الغامدي والأستاذ محمد الكريديس. في فيلم بعد قادم قصير باسم نفسي نفسك، كلها أكثرها تطرح عن قضايا طبعا المجتمع.
طبعا فيلم بر يعني هو بيكون فيلم حساس يعني لدرجة أن هذه قضية ممكن نقول تجاهلوها المجتمع، ولا زال حتى الآن ما حددوا لها أي حل، لكن ما أبي أتكلم عن الفيلم أكثر حساس حتى لا الفكرة. البعض يتهم كتاب الدراما في المملكة بأن الحبكة الدرامية ركيكة، ويعني لا تصل إلى مشاعر الناس أو إلى العمق اللي المفروض تلامسه. ما ردك على هؤلاء؟ شوفي أنا ما بقول إني متابع للصحف، ممكن الدراما أكثرهم تقصدون فيها في ناحية المسلسلات، خصوصا المسلسلات اللي تحكي عن قضايا أو بشكل حزين. طبعا لو تلاحظ إن الأستاذة نهى إن أكثر اتجاه الاتجاه الكوميدي. استغليت الأفلام أو المقاطع الكوميدية سواء كان سكتش أو كان فلاش أو كان فيلم قصير إني أوصل هدف. لكن أنا ما أكذب عليك إن فيلم بر وفيلم نفسي نفسك هي قضايا مجتمعية، لكن فيلم نفسي نفسك كوميدي. من يكتب لك نصوص الأفلام؟ فيلم مناحيس كان فكرتي طبعا، لكن كتابة الفنان جلو الحبابي. غير ذلك هو يجهز فيلم، طبعا الفيلم فيها رؤية إخراجية رؤية في السيناريو إخراجية قبل ما أحط أنا رؤية إخراجية عليها. فيلم باسم الهاربون بطولة جلو الحبابي وعبد الله الأستاذ عبد الله الجريان. الفيلم اما الباقي الاسكتشات طبعا لو تلاحظين في بعض الاسكتشات في نكون متميزين انا والفنان خالد الزهراني، طبعا نكون احنا من تاليفنا نسوي ورشه عمل. اما الافلام الاخرى قلت لك عنها فيلم. طيب يعني عمليه انك انت تالف الفيلم وتخرجه سهل بالنسبه لا صعب. للمخرج؟ صعب يعني في ناس ما شاء الله عليهم متميزين يقول لك انا اقدر اكتب واقدر اخرج، ويعني ربك ما شاء الله معطيه موهبه يعني مثل موهبه الشعر ويقدر يمثل يعني وعليه رياكشن ما شاء الله. لكن انا ما اتكلم عن نفسي صراحه، لكن اشوف اللي مركز عليه اكثر الاخراج يعني لما اجي اكتب مثلا ابي اسوي شيء بالاخراج ممكن اطرح فكره اعدل، لكن اكتب يعني الصراحه يعني شيء خيالي. لو تتذكري نهى في حوارنا مع الاستاذ الكاتب عباس الحايك لما سالته عن الكتاب والممثلين والمخرجين الجدد اللي طالعين في المنطقة الشرقية لما يتقدمون لمسابقات يعني نصوص أو عروض أو إخراج يكونوا شوية عندهم ثقة زيادة بحيث أنهم لا يتقبلون صحيح. النقد. صحيح يعني هذه مشكلة تقبل النقد. أنا أتقبل النقد يعني في عندكم الأستاذ المعروف عبد الله القميزي، أنا الحين أستعد معاه الفيلم. بالعكس يعني تعتقدني حتى لو انتم ممكن تشوفون يعني ما هذه كل واحد له نظرته. صحيح. انا اكثر شيء اهتم فيه النقد، يعني الانسان لما يهتم بالانتقاد ما راح يعدل من اخطائه. نعم هو يعني دائما احنا نقول نذكر انه النقد البناء جميل جدا لانه هو بيحسن من الانسان. موضوع جميل. نعم عمليه النقد جميله جدا. تتقبلي النقد خضراء؟ اكيد. هو في بعض الحساسيات بس لكن انا في النهايه ارجع واقول ان هذه من يعني انتقدني اكيد يبي مصلحتي ولا خلاني امشي على الغلط. صحيح. أكيد. طلال يعني من خلال يعني بعض الاعمال اللي يعني طلعنا عليها لك وجدنا اكثر انك تتجه الى الجانب الكوميدي، وانت ذكرت لي يعني انك انت يعني تقريبا متخصص في هذا الجانب، الافلام الكوميديه نعم. التي تحكي قصه كوميديه ولكن هناك رساله من خلال هذه القصه. لما الكوميديا؟ هل باعتقادك انها اسهل للوصول للانسان؟ والله شوفي كل انسان عنده موهبه، يعني مثلا انا اقدر اعطي فكره بالكوميديا ممكن مو عشان الميول، هي تعتمد على الموهبه، بما انهم يقولون ان الكوميديا اصعب فن. نعم. طبعا لو لاحظت الاتجاه الكوميدي اكثر يكون بيني وبين الشخص سواء الفنان خالد الزهراني والفنان احمد الناجم اللي الحين صار له يوميات باسم فصلة احمد الناجم. وكان انا وجدت انك انت محدد اسماء معينه. ايه اكثر. ليش؟ شوفي ما بقول المثل العام مد رجلك على قد الحافك، لكن انا ما اكذب عليك الورشه اللي عندي قليله، لكن انا احاول قدر الامكان اني اظهر الزين واخفي الشين، مع ذلك هو في عيوب، لكن اهم شيء ان المشاهد اوكي ينتقد، انا مو مستعد اني اتحمل ابي استفيد، لكن الشاهد من حديث هذا كله اني اوصل معلومه رساله. صحيح.
طيب الكل اللي استضفناهم وبيقولون يعني يشيدون بالحركة الفنية في المنطقة الشرقية، ويقولون يعني في أعمال لها وتطلع صحيح. من هنا. طيب ليش ما كانت محكورة إلى الآن في إطار المحلية، يعني ما طلعت برا، ما شفنا شيء يعني سواء يعني على أساس يعني عفوا حتى لا نظلم، اللي هو فيلم عايش حق الأستاذ القدير إبراهيم الأحسائي، هو يعني اللي طلع وأخذ جوائز. صحيح. أنا ما أكذب عليك، إذا قصدك من ناحية إعلانية، إن في السعودية خصوصا إن في أفلام، إن في شباب أو في اهتمام بالصحافة خصوصا بالأفلام القصيرة، هنا بيكون صيت للشباب السعودي الذي يكونون افلام قصيره، لان عندنا مواهب ما شاء الله. يعني مثل الخبر اللي قريتيه اليوم، يعني خلال 2010 ممكن حدود 208 افلام. 208 افلام. ما انا كمخرج انا ما ادري عن الخبر هذا، انا ما دريت الا الاخت الفاضله قالت لي عن الخبر هذا. يعني هذا انا بعد وانا اشتغل بالاخراج، فما بالك المشاهد اللي قاعد بالبيت. انا ما اكذب عليك، في مواهب لكن مدفونه، السبب ما في دعم او على الاقل لها التشجيع. سواء او على الاقل التشجيع من ناحيه الصحافه، او هناك مسابقات متعدده او مهرجانات. يعني انا لدرجه انا لجأت اني انا اتقبل انتقاد واخذ افكار، عشان ان شاء الله بجهز عمل لرمضان طبعا بصرح عنه ان شاء الله قريبا. رحت اتجهت بالكويت. ما بتصرح لنا؟ لا، ما للاسف مانعيني. ليش؟ توم كلميني طبعا اسباب خاصه، لكن هذا طبعا انا ما اكذب عليك. يعني يمكن ليش ذكرت الكويت؟ ليش توجه للكويت؟ الكويت لهم اهتمام كبير بالفن، سواء كان سكتش، يعني ما اقول يشتغلون، لا، يرحبون باي فكره ويخلون من الفكره يعني شيء. يعني هنا ما يرحبوا صراحه. يعني الظاهر انك هنا تحتاج يعني كلمه حق علاقات عامه عشان توصل لشيء معين، ويمكن تبدا بشيء. كل انسان فينا محتاج العلاقات العامه أخطر. صحيح، ما هذا انا قاعد يعني احنا لو ما عندنا علاقات عامه كان ما عرفناك ولا استضفنا. وانا يعني علاقات مش تقليلا من قيمه اي شخص، ولكن اي شخص يعني احنا يعني نجري لقاء معه يعني يكون من خلال معرفتنا به او من خلال علاقاتنا العامه من شخص الى شخص الى شخص. يعني كل انسان محتاج لهذا الشيء. هي يمكن صناعه يعني ظاهره طبيعيه. بس مو حلو كمخرج حالي، يعني يقول لك انا اكثر وقت يروح الكويت مع جروبات حقين افلام. فيعني لو نركز في الموضوع، ليش انا ما ركزت هنا؟ هل السؤال ان هناك في انفتاح، مو نقول انفتاح يعني في ناحيه البيئه، لا، يعني مستقبليا في اقباليه في المجال الفني، او انه مثلا هلو لي يعني مو بحلو اقول الكلمه هذه ان انا عندي علاقات هناك اكثر من ديرتي، مي بحلوه هالكلمه هذه. هي لا، هو يمكن صناعه الفن في الكويت سبقت اصلا الصناعه هنا. هي كانت زي ما يقولوا هوليود الخليج. صحيح. يعني فهذا مش عشان انه اكيد، لكن كلنا نفس العقول، كلنا نفس الدم، وما شاء الله يعني ما ينقصنا شيء، لكن اللي ينقصنا اللي هو التشجيع. بالنهايه الكويت والسعوديه واحد. يعني احنا عموما يعني ان شاء الله دائما داعمين لك اخ طلال، ولكل الشباب ولكل المواهب الشابه ولكل الاعمال الجميله اللي تخرج من هنا من المملكه، وان شاء الله دائما نكون معكم يد بيد. بانتظار ان شاء الله الجديد لطلال القحطاني يصرح لنا فيه كبرنامج الصباح الثقافيه مستقبلا. انت اليوم ما تبغى تصرح باي شيء، يعني صرحت لك 4 افلام، هاي خبر حلو، شيء باقي للصحافه. عموما كل التوفيق والشكر لك. واشكركم جدا، واشكرك اختي الغاليه على هالاستضافه الجميله. الله يسلمك. يعطيك العافيه. في عندنا تقرير